السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين صفحة الصيانة وأحبابي في الله. زي ما عودتكم كل يوم إن شاء الله الرحمن في فيديو جديد عن الأعطال بتاع الصيانة في الرسيفر أيا كان بإذن الله تعالى. فهتتابعني إن شاء الله الرحمن بإذن الله مش هتندم، ويا ريت لما تتابعني تعمل اشتراك في القناة، تعمل مشاركة لأحبابك اللي أنت بتحبهم، عشان خاطر أنت استفدت بالفيديو، هو استفاد بالفيديو، وأنا إن شاء الله الرحمن على قد ما هقدر، على قد بإذن الله أنا هكتر لكم من الفيديوهات وهقول لك الأعطال بالظبط إن شاء الله الرحمن. فبإذن الله كل يوم هيبقى فيه فيديو أو اتنين حسب نوع العطل اللي عندنا بإذن الله اللي احنا هنتكلم عليه. كنت نزلت على الصفحة امبارح أو امبارح تقريبا الرسيفر الداخلي، وازاي تبحث عليه، وازاي تجيب ملف تعمل له قنوات وبحث على الرسيفر، اللي فيه ناس كتيرة ما بتعرفش تعمل بحث على الشاشة لما تكون جايبها جديد ويكون فيها رسيفر بيلت ان داخلي. وقلنا ان شاء الله الرحمن ان احنا هنتكلم على اعطال الرسيفر الداخلي، وقلنا ازاي هنتكلم على عامية في العمان يعني. وانا دايما والله لما بروح لحد اعمل شغل او بيجيني شاشة جديدة بقول له بلاش خالص الرسيفر الداخلي تستعمله، عشان خاطر هو على نفس البوردة بتاعة الجهاز، يعني هما الاثنين على بوردة واحدة. هي الشركة مش خسرانة حاجة، الشركة مصنعاها وحطها في الجهاز إضافة ليها، لكن هو والله مشكلته كتيرة جدا. لا قدر الله لو حصل مشكلة في التيونر بتاع الجهاز، السلك حصل فيه قفلة بتاع الدش، نزل في مية زي ما بتنزل كل مرة في المطر، تنزل في السلك تروح رايح على البوردة بتتحرق، بتروح حرقة الاتنين، بوردة الجهاز اللي هي في نفس البوردة بتاعة الشاشة. يبقى انت كده جبت الشاشة ب30,000 ب40,000 حسب ما جبتها، قدر الله ولا حاجة وحصل اللي قلت عليه دوت، تروح ضربة الاتنين هترمي الشاشة، يا اما تروح تجيب بوردة بقى، وده حوار تاني خالص، لأن الشاشة يعتبر بوردة وإزاز. فأنا بقول نصيحتي لوجه الله تعالى، نصيحتي لوجه الله تعالى، نصيحتي لوجه الله تعالى، والله ما عايز منك حاجة، بلاش تجيب لا يا سيدي، هات الشاشة عادي مش مشكلة، وهات فيها رسيفر داخلي مش مشكلة، بس هات لك رصيف ب 300 400 جنيه. لا قدر الله حصل فيه مشكلة، اتحرق غرف في 60 دقيقة، مش مشكلة، ارمي 300 جنيه بدل ما ارمي 4000 ولا 5000 ولا 10000 حسب الشاشة اللي بتيجي. فأنا بقول لوجه الله تعالى والله الرسيفر الداخلي مشاكله كتيرة جدا. هتقول لي انا 3 سنين 4 سنين شغال عندي، هقول لك ربنا ستر، بلاش تغامر، ما تغامرش بالشاشه بتاعتك، ما تغامرش بفلوس هتدفعها تاني، لان مش هتنفع تصلح بطول ما الرسيفر الداخلي جوه الشاشه وعمل مشكله هيحرق الكل اللي حواليه. فده الفيديو كان بتاع النهارده ان شاء الله الرحمن. ما تنسانيش اشترك في القناه، اعمل شير للقناه لاحبابك زي ما انت استفدت بالفيديو ان شاء الله الرحمن هم استفادوا بيه، وصلي على النبي.